بس الميزه بتاعت البلوجد اكونت دي، وكفايه برضو ميزه انك مش هتدور على شغل، ان الشركه هي اللي هتجيب لك الشغل في مجالك وتشتغل بيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير. النهارده وبعد انقطاع كبير من الفيديوهات قررت نرجع ونعمل فيديو حلو جدا، وبرضه هقول لكم الفتره اللي فاتت كنا فين وعملنا ايه في الفيديوهات الجايه. فالنهارده راجعين فيديو مهم جدا، وهو موضوع عن الدراسه المزدوجه، لان ناس كتيره جدا سالتني في كومنتات او في اللايف ايه هي الدراسه المزدوجه دي. فانا حبيت اعمل فيديو عنه النهارده، وانت برضه لو عندك اي موضوع او اي سؤال حابب تستفسر عنه ممكن تكتبه لي في الكومنت على الفيديو او في اللايف اللي انا بعمله اسبوعيا. وفي لايف النهارده بالمناسبه، فاي موضوع حابب تسال فيه ممكن تكتب لي عنه وانا هعمل لك فيديو مفصل ليه. فموضوع النهارده هو الدراسه المزدوجه، فحبيت يعني اوضح كل حاجه فيه، لان في ناس كتير جدا سالتني عن الموضوع ده. ايه بقى هي الدراسه المزدوجه دي؟ وليه ادرس دراسه مزدوجه؟ ليه ما ادرسش جامعه عادي؟ بص يا صديقي، في البدايه كده حابب اقول لك الدراسه المزدوجه دي عباره عن، يعني انت بتدرس اكاديميا وفي نفس الوقت بتشتغل عملي في مجالك. يعني انت بتدرس هوخشوله في الجامعه يعني كام يوم، وفي نفس الوقت بتشتغل معاك عقد في شركه بتشتغل فيها في المجال بتاعك. تمام. طب ليه اعمل دراسه مزدوجه؟ ليه ما ادرسش جامعه عادي او سبيلدونج؟ اقول لك يا صديقي، اول حاجه الدراسه المزدوجه ديت لها مزايا كتيره جدا جدا. اول ميزه انك بتاخد راتب يعني اثناء الدراسه، يعني بتشتغل في مجالك وبتاخد راتب اثناء الدراسه، فمش بتحتاج بقى تدور على شغل وتتبهدل والكلام من ده. لا، انت اوريدي بتبقى ماضي عقد مع شركه اثناء دراستك بتشتغل فيها في مجالك، بتاخد لك من 800 لحد 1100 او 1200 حسب المجال اللي انت بتدرسه. فدي طبعا ميزه كبيره جدا، وهتوفر عليك وقت انك تدور على شغل وتتبهدل وتروح هنا وتروح هنا. دي اول ميزه. تمام. تاني ميزه يا صديقي انك بيبقى عندك يعني العمل بتاعك في المجال، بتبقى انت عندك خبره عمليه كبيره جدا اثناء الدراسه. وكمان مجرد ما تخلص دراسه انت يبقى اوريدي بتشتغل دايركت، بتعين دايركت في الشركات، لانك عندك اوريدي خبره كبيره جدا عملي. مش زي بس على عكس الجامعه او كده، مثلا انت متخرج ومحتاج تعمل براكتيكوم لسه عشان يبقى عندك خبره عمليه. لا، انت بتبقى متخرج انت عندك كل الخبره العمليه في المجال بتاعك، فدي ميزه برضو. تالت ميزه كمان يا صديقي وانت ما تعرفهاش، انك بيتشال لو انت جاي دراسه مزدوجه مش محتاج بلوجد اكونت، على عكس الجامعه او كده. يبقى مش مطلوب منك بلوجد اكونت، لانك العقد بتاعك في اللي انت ماضي فيه بتاع الشركه اللي بتابع الدراسه المزدوجه ده اوريدي بيضمن، يعني او بيضمن للدوله انك تقدر تصرف على نفسك. فدي ميزه كبيره جدا، وهتحل بعض الازمه لبعض الناس كتيره جدا، اللي هو انت مش مطلوب منك حساب بنكي مغلق اللي هو البلوجد اكونت. تمام. دي حبيت الم لك كل المزايا بتاع الدوال ستوديوم. زي ما قلت لك انك عندك خبره عمليه كتيره، بتاخد راتب شهري، مش محتاج منك اي بلوجد اكونت. تمام. طب ازاي اقدم بقى على الدوال ستوديوم دي لو انا مثلا في مصر او في اي دوله عربيه؟ او ايه المطلوب مني؟ بص يا صديقي، المطلوب منك كالاتي. الموضوع بسيط جدا. اول حاجه وهو شهاده الثانويه. تمام. شهاده الثانويه وتترجمها وتوثقها والكلام من ده، وانا قلت في فيديو قبل كده ازاي تترجمها وتوثقها. تاني حاجه مطلوب منك شهاده لغه البيس فاي، مش حتى السي اينس. في بعض المجالات بيبقى مطلوب منك السي اينس بس، مجالات كتير جدا في الدراسه ستوديوم اللي هو الدراسه المزدوجه بيبقى مطلوب منك البيس فاي بس، على عكس بعض الجامعات طبعا الدراسه العاديه. فدي طبعا برضه ميزه. يبقى مطلوب منك شهاده الثانويه بتاعتك، وكمان شهاده اللغه، وبعد كده تعمل سي في كويس، وانا برضو اتكلمت عنه قبل كده، والموتيفيشن ليتر اللي هو كتاب تحفيزي اللي هو السي في والموتيفيشن ليتر. واخر حاجه مطلوبه منك واللي هي بس كده. يبقى السي في والموتيفيشن ليتر وشهاده الثانويه بتاعتك وشهاده اللغه، ده كل مطلوب منك للتقديم على الدراسه المزدوجه هنا في المانيا اللي هو الدراسه ستوديو. طب ازاي اقدم؟ اروح الشركه تقدم لي ولا اقدم لوحدي ولا الكلام من ده؟ بص يا صديقي، انت تقدم كالاتي. التقديم بقى بيبقى عباره عن ايه؟ انت بتشوف الشركات اللي مثلا المعلنه اللي هي عندها بتعلن بفرصه اللي هي دوالس ستوديوم عندها. يعني بتلاقي بتدور مثلا على شركه بتعلن عن الموضوع ده او عن نظام الدراسه ده بتقدم عليها. طب انا بدور فين ولا بلاقي فين ولا كلام من ده؟ عندك مواقع زي انديد، ستيب ستونز، او اوز بيلدونج دوت دي اي. تمام. وبتلاقي كتير جدا دوالس ستوديوم ده. وما تقوليش اروح لشركه تجيب لي عقد وكلام من ده والكلام ده كله، يعني انا ما مش بحبه او مش برجحه. الافضل انك تدور بنفسك وهتلاقي. لو انت معاك الورق اللي انا قلت لك عليه، شهاده اللغه بيتس فاي وشهاده الثانويه بتاعتك والسي في والموتيفيشن ليتر، تقدر تقدم بنفسك من غير بقى ما حد يقول لك تعالى اجيب لك عقد ودراسه مزدوجه والكلام من ده. لا، الموضوع كالاتي. هتدخل على المواقع دي
انديد او ستيب ستونز او ايس بيلدونج دوت دي اي. شوف الشركات اللي اكتب في البحث دعاء الاستوديوم هتلاقي كذا فرصه. يعني ايه يعني مطلوب ناس للدراسه الاستوديوم. تمام. فانت اول حاجه بتقدم على الشركه دي. المرحله اللي بعد كده بعد ما خلاص ما تقبل ان شاء الله في الشركه وخلاص اوريدي بتتقبل دايركت في الجامعه. ليه؟ لان اصلا هي الشركه هي اللي بترشحك للجامعه. فانت المطلوب منك انك تدور على المواقع دي على فرصه الدراسه الاستوديوم، بتقدم على الشركه باوراق اللي انا قلت لك عليها. بعد كده لما بتتقبل هي بترشحك للجامعه وانت بتتقبل في الجامعه دايركت، لان الشركه هي اللي بترشحك للجامعه. وبعد كده بقى بتعمل بقى تاخد الميعاد عادي من السفاره وتقدم على الفيزا بتاع اللي هي الدراسه الاستوديوم دي. طب ايه ملهاش عيوب يعني؟ لا طبعا، كل حاجه طبعا لها مزايا ولها عيوب. بس زي ما قلت لك تمام لها مزايا كتيره جدا زي ما قلت لك قبل من شويه. بس في نفس الوقت طبعا لها تحديات اكتر. يعني مثلا في برضو بعض الصعوبات اللي هي انك اثناء الدراسه بتشتغل وبتدرس بجد، يعني عملي ومفروض واجباري الحضور وتشتغل شغل بجد، على عكس مثلا حياه الطالب واللي هي في الجامعه العاديه الحضور مش اجباري فبيبقى عنده وقت اكتر. لكن انت ملزوم منك توازن او اجباري توازن بين الحياه العمليه والحياه الاكاديميه الدراسيه يعني. تاني حاجه اجازتك قليله شويه اثناء الدراسه، لكن ما يكونش عندك وقت زي ما قلت لك كل الحضور اجباري. فدي برضو بعض التحديات اللي انت هتواجهها وانت بتدرس. بس زي ما قلت لك مزاياها كتيره جدا. تمام. كفايه بس الميزه بتاعت البلوجد اكونت دي، وكفايه برضو ميزه انك مش هتدور على شغل، ان الشركه هي اللي هتجيب لك الشغل في مجالك وتشتغل بيه. بس زي ما قلت لك هتواجه بقى التحديات اللي هو انت هتشتغل وتدرس في مجالك وشغل بجد. تمام. وفي نفس الوقت كمان لازم توازن بين الاثنين، واوقات الاجازه بتاعتك بتبقى قليله جدا على عكس الطالب العادي اللي في الجامعه العاديه بقى عنده ايام اجازه كتير اوريدي ما بيحضرش، مفيش حضور مش اجباري وكلام من ده. دي بعض التحديات. ايه تاني يا ربي؟ اه إيه تحديات قلت لك ازاي تقدم. مم. يعني وكمان لو انت مثلا ناوي تدرس السنه الجايه نصيحه يعني، لو انت ناوي تدرس السنه الجايه حاول تقدم قبلها بسنه عشان تقدر يعني تجهز الاوراق ومواعيد السفاره وكلام من ده. دي نصيحه يعني. ايه تاني؟ بس كده. انا اعتقد ان كده يعني عملت يعني شملت كل الموضوع. فاتمنى تكون استفدت من الفيديو. ولو عندك اي سؤال بخصوص الدراسه المزدوجه انا ما قلتوش في الفيديو ده حاول تكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم. وبس كده. واشوفكم في فيديو جديد وان شاء الله تكونوا استفدتوا. وكمان لو انتوا عارفين حد جاي المانيا او بيدرس الماني ابعتوا له الفيديو ده عشان ممكن يكون مهتم بالدراسه المزدوجه دي. واشوفكم في فيديو جديد. واو ما تنسوش تعملوا ده طبعا لايك سبسكرايب عشان الفيديو ده يوصل لاكثر عدد من الناس. وبرضو اخيرا النهارده الجمعه فصلوا على النبي. مع السلامه.